قبل ما تحاسبي نفسِك، اسألي نفسِك سؤال واحد، أنا فعلًا حاسة بإيه دلوقتي؟ لإن مشاعرِك لو ما فهمتيهاش ممكن تدمرِك قبل ما تلحقي تردي. طب أنتِ من البنات اللي مشاعرها بتقلب فجأة لقلق، غضب أو انهيار؟ ركزي معايا، المشاعر مش عدو، لكن لما تتجاهليها هو ده اللي بيكسرِك. عشان تخرجي من دوامة ردود الفعل السريعة هاقول لِك دلوقتي 5 خطوات عملية تخليكِ تتحكمي في مشاعرِك بدل ما تسيبيها تتحكم فيكِ. أول حاجة سمي الشعور بدل ما تهربي منه. اعترفي إنِك زعلانة، مضغوطة، مرفوضة، محتاجة اهتمام. مجرد إنِك تسمي الإحساس اللي انتِ حاسة بيه تنزل حدته حوالي 40%، لأن عقلك بيترجم اللي بيحصل وبيبدأ يضخم الموضوع. 2. اربطي الشعور بسبب واضح. شوفي الإحساس اللي انتِ حاسة بيه ده ظهر امتى وكان فيه ايه قبليها. الربط ده بيمنعك من جلد الذات أو لوم نفسك على حاجات مش بتاعتك. 3. اختبري الفكرة اللي ولدتك. شوفي الفكرة دي حقيقية ولا مجرد احتمال في دماغك. 90% من الانهيار بيبدأ من فكرة مش حقيقية وبنبدأ نكبرها من غير ما نحس. 4. خدي خطوة عملية تهدي بيها جسمك زي تمارين التنفس، اشربي مية، اخرجي من المكان اللي انتِ فيه، تمشي، اكتبي. المهم تعملي أي نشاط يفصل جسمك عن الضغط قبل ما عقلك يبدأ يفترض سيناريوهات ملهاش لازمة. 5. اسألي نفسك ايه حدودي دلوقتي وايه اللي فعلا أقدر أتحكم فيه. لو طبقتي الخطوات دي مشاعرك مش هتختفي، بس هتعرفي تتعاملي معاها قبل ما تاخدي ردة فعل تندمي عليه بعدين. اعملي سيف للفيديو هتحتاجيه وقت اللخبطة.